حبيت السلام نوصل عليكم مساج لكل لبرشا امرأة بنات تحب بالطلاق. تطلق. اسمي هذه المخلوقة لعل صارت خير من مشكلة بيني أفكارك، وبين راجلي، وإن شاء الله مشيت لدار تكون نغض بينا. مفيدة، وإن شاء الله يكون دار دارنا خير للجميع إن هما شاء الله. أول الناس اللي شجعوني باش نطلق، وقالوا لي طلق انشا، وأنا مش فاهمة شنو معناها طلاق انشا. المهم بدينا في إجراءات الطلاق، وأخويا أول الناس اللي كان يشجعني ويمشي معي للمحكمة ويحكي مع المحامية ويقولها أنا مستعد ندفع لها من 2 ل4 ملايين، المهم تخلصها مني. وفي الآخر بابا هو اللي قاعد يخلص في المحامية، وكي كثرت الطلعات والهبطات جبد روحه، وقعدت نمشي أنا وحدي، وقعدت كل ما نروح مكسورة الخاطر، وكنت خايفة من المحكمة وخايفة من كلام الناس. وبعد عام لقيت روحي مطلقة. ومن بعد تنحات الأقنعة الكل، ويني أمي اللي كانت تعاير في راجلي وتضرب في يدها على زرها وتقول ما خليش بنتي، وين أخويا اللي كان يحكي قدام الناس ويقول ما خليش أختي تتحقر وتتغبن. حتى أخواتي البنات كل واحدة مسكرة على روحها بابها، ولاهي بعائلتها ولاهي برجلها. صدقوني المشاكل اللي شفتها في دارنا تافهة قدام المشاكل مع راجلي كان يعاوني وكان حنين عليا، أما الله غالب في لحظة غش صار اللي صار، مع إنه هو طلب مني السماح وقعد يترجى فيا باش نرجع له، وأنا كبرت وقلت لا. راجلي توا عارس وجايب 2 صغار، وبابا توفى، وأخويا استولى على الورث، هز عيلته وسافر، وقال لأمي كانت تحب تمشي معايا بنتك ما تلزمنيش، ووصى ولاده باش معاش يجيوني، وأمي توا قالت لي ما نجمش نصرف عليك. حبيت نقول لكم إنه عائلتي صنعوا مني مطلقة ورميوني كما الكلبة، وتوا عايشة وحدي، ولا من يطل عليا ولا من يتفكرني ويزورني، وحتى في الخدمة كي سمعوا بيا مطلقة ولا يتحرشوا بيا. حبيت أقول لكم البنات تردوا بالكم، تتسرعوا وتهدوا دياركم، راي حتى عائلتك ما تفيدكش، لا أمك ولا أبوك ولا أخواتك، من الأول تجيهم فورة هكا السخانة، ومن بعد كل واحد يسكر على روحه باب ويخليوك وحدك تواجه في المشاكل. ردوا بالكم تتسرعوا وتاخذوا قرار متاع طلاق، خاطر بالحق راه ما يفيدك كان راجلك، اللهم استحالت العيشة هذيك حاجة أخرى. ردوا بالكم يزين لكم الشيطان ويقول لك تو داركم يقفوا معاك، حذاري ثم حذاري، يفيدك كان راجلك. هذه وصية امرأة مطلقة بعد معاناة 5 سنين.